ازيكم يا حبايبي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا انا لسه سايباكم يعني. النهارده طبعا كان يوم مليان احداث كتيرة قوي. المهم وانا بحكي لكم وانا بعمل كده ان شاء الله. انا ناوية اعمل بس كيكاية شوكولاتة كده، يعني حاجة على السريع كده واحنا قاعدين ناكلها كده تبقى سخنة. فايه دلوقتي المقادير معانا. انا الاول هعمل الدريسنج بتاعها الاول عشان احطه في التلاجة يلحق يجمد معايا شوية. معايا 150. انا بصراحة المجموعة دي تحفة، جميلة جدا ورخيصة جدا. انا شاريهم ب15 جنيه. ممكن اكون جبتهم متأخر بس بصراحة مجموعة تحفة بتديني المقادير مظبوطة. معايا هنا 150 جرام كاكاو، والكاكاو هنا غامق مش كاكاو فاتح. تمام. هحط عليهم 150 جرام. انا هحط عليهم بالظبط معلقه نشا، بس معلقه كبيره، يعني معلقه النشا اللي هحطها كبيره، لان انا الكيكه اللي هعملها انا هعملها معاكم كيكه اسفنجيه. اهي معلقه النشا الكبيره اللي انا حطاها. تمام. هحط معايا نص كوبايه لبن او اقل شويه، لان انا في حاجه انا هعملها احنا مش هنبيعها، يعني دي حاجه احنا اللي هناكلها. فانا ركزوا بس معايا. انا حطيت 150 جرام. ثواني اقرا كوبايه تاني. انا عجباني قوي يا جماعه المجموعه دي، والله جميله جدا. 150 جرام كاكاو بالظبط. انا حطيت نص كوبايه او اقل من نص لبن، ومعلقه نشا كبيره. وبصراحه شكرا جدا. انا بصراحه المضارب والحاجات دي جات لي هديه، وشكرا جدا جدا. وعمري ما هنسى الحاجات اللي جات لي هدية دي. متشكرة جدا جدا جدا. وعمري ما هنسى بجد اي حد وقف جنبي ودعمني في القناة بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كده، انا لسه ولا نزلت بسكر ولا اي حاجة. انا ماشية معاكم واحدة واحدة. بصوا انا عجباني جدا الكوباية، بصراحة عجباني فوق ما تتخيلوا. ثواني اغسل ايدي بس. انا هحط دلوقتي من السكر. انا هحط اللهم صل على النبي 60 ملي، يعني 60 ملي اهو. تمام. انا ماشيه معاكم شويه بشويه اهو. 60 ملي اهو. وعلى حسب السكر بتاع الدريسنج بتاعها الخارجي، على حسب ما انت حابه. انا كده حطيت السكر اهو. كل ده انا هقلبه. اللبن بقى انا حطيت نص كوبايه واقل، فاللبن ده على حسب ما انت إيه الخلط العجينه بتاعت الحاجه بتمشي معاكي. انا كده هضطر ان انا احط كمان نص كوبايه تاني، نمشي مع اللبن شويه بشويه. وانا هنا بستعمل لبن بخير على فكره، مش بعمل اعلان ولا حاجه، بس انا بصراحه بحب طعمه. لسه بدري ما عملتش اعلانات. دلوقتي ادي نص كوبايه تانية. تمام. بقعد بقى ان انا بضرب المكونات دي كلها ببعض زي ما انتوا شايفين كده. وبصراحة يعني المضرب ده برضو جميل جدا وجالي هدية برضو. انا معاكم، انتوا عارفين ان انا صريحة معاكم في كل حاجة. انا كده بضرب اهي السكر مع الكاكاو مع اللبن مع النشا. انا شفت ناس بتعملها دقيق، كل واحد على حسب هو بيحب ايه. بس انا بصراحة انا عارفة ان هي اصلها ان انا اعملها بنشا، ونشا مش كتير لان انا مش عايزاها تنشي معايا. زي ما انتوا شايفين انا بقلب اهو. بصراحة المضرب تحفة.
والكوبايات بتاعه المكاييل دي الصغيره دي جميله جدا. دي انا اشتريتها ب15 جنيه، جميله قوي بصراحه، يعني مش سعر، يعني مبلغ بسيط قوي زي ما انتوا شايفين اهو. وهنزل بكل المقادير دي، هنزل بيها على نار هاديه، وهرجع لكم تاني. وانا هي لسه مطلعاها من على النار حالا. انا بس عشان ايه، ظبطت الكاميرا على الوضع ده، فانا مش ما خدتكوش على البوتاجاز. فدي انا بالطبق بكله حطيته على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين. بس انا حطيت، كان عندي قطعه زي ايه، زي يعني انا معرفش حجمها قد ايه، بس هي قطعه قد يعني بالظبط بالظبط قد كده، صغيره قوي. ده فيها شوكولاته. قطعه صغيره يعني زي مثلا ايه، قد الشوكولاتايه اللي هي بتبقى البونبوني دي. كانت شوكولاته خام، انا حطيتها معاها على النار، وزي ما انتوا شايفين القوام بتاعها اهي. ولما تتحط على البوتاجاز في التلاجة هتبقى جميله جدا جدا. وزي ما انا قلت لكم، معلقه النشا على 150 كاكاو، على على كوبايه اللبن انا حطيت نص ونص. والسكر على فكره السكر اختياري، يعني انا هنا مش مكتره سكر، بس زي ما انتوا حابين كل واحد وطريقته في السكر. دايما بقول السكر والملح ده بيبقى تقدير البني ادم، هو اللي في ناس بتحب الملح بالزياده، في بيحبوا اقل. نفس الكلام السكر. فانا زي ما انتوا شايفين لونها تحفه وقوامها احلى، ولما تتحط في التلاجة هتجمد. ده الدريسنج الخارجي بتاع الكيكايه اللي انا هعملها ان شاء الله باذن الله. هبتدي معاكم الكيكايه دلوقتي. ده الدريسنج، ده الشوكولا. وعلى فكرة ممكن ده نكتفي بيه ناكله في توست مثلا، نحطه في توست زي النوتيلا. صدقوني تحفة هي. ولما تدخل التلاجة وتطلع هوريكم القوام بتاعها يبقى شكله ايه. تحفة 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 تحفة. عن تجربة جربوه، مش هتندموا ابدا. زي ما انتوا شايفين انا عملت وهكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. وانا نسيت اقول لكم ان انا حطيت حته زبده زي ايه، 150 يعني، زي 150 ملي كده، حاجه صغيره قوي يعني زي معلقه الشاي الصغيره. حطيتها زبده. على فكره انا ما بعرفش في الجرامات قوي، لان انا طول عمري بتعامل في الحاجه بالبركه كده، وسبحان الله يعني ببقى عارفه تقدير الحاجه بالبركه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. اتمنى ان هو الصوص يعجبكم، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. وبحبكم بجد بجد. وانا زي ما بقول لكم ان انا بعتبركم اهلي، وبشكر كل انسان دعمني، وكل انسان عمل لي اشتراك، حتى اللي ما عمليش. شكرا ان هو شافني وشاف حاجاتي. وانا بتكلم معاكم زي ما انتوا شايفين، انا يعني بطريقتي كأني بتكلم في البيت مع اخواتي مع اهلي. وانتوا فعلا اهلي، وبحبكم كلكم في الله. وكل سنة وانتوا طيبين. هروح بقى، دي كده ايه، دي كده الشوكولا اللي هي اللي هحطها على الكيكية. هروح بقى احضر لكم الكيكة ومقاديرها ونعملها سوا مع بعض.